لو انتي متعلقة بشخص تعالي أعرف منين أنا متعلقة بشخص ولا ده حب صحي. أول حاجة لما تبقى حياتك مرهونة برسالة منه، يعني لو بعتلي مسج دلوقتي فأنا طايرة وفي قمة سعادتي، ولو اتجاهلني شوية صغننة أنا يومي قلب، حياتي وقفت. ساعتها تعرفي إنك متعلقة يعني أنا عندي مشاعر وعندي احتياجات مش قادرة أعتمد فيها على نفسي، بخلي واحد تاني يعتمد عليه نفسيا يلبيها لي. أعرف منين إن أنا متعلقة؟ أول حاجة لو انتي حياتك كلها واقفة عليه، لو انتي بتخافي تختلفي معاه فتتنازلي عن حاجات علشان خايفة تخسريه، طول ما انتي خايفة تخسريه فده تعلق. لو انتي بتاخدي قيمتك منه، يعني لو قالك ان انتي جميلة النهاردة فانتي أسعد واحدة في الدنيا، لو بتشوفي نفسك في عينيه هو بس، بتكوني متعلقة، يعني طول الوقت في قلق وتوتر ومفيش راحة. الحب الصحي، الحب ده إضافة لحياتك، عمرك ما بتكوني قلقانة وانتي موجودة فيه ولا بتكوني متضايقة. التعلق هو اللي أنا طول الوقت قاعدة منتظرة، قاعدة في ترقب. الحب الصحي كل طرف من الطرفين عنده مساحته الشخصية، عنده اهتماماته. لو انتي ملكيش اهتمام في الدنيا غيره فده تعلق. أما لو أنا بحب حب صحي، أنا عندي اهتماماتي وهو كمان عنده اهتماماته، كل واحد فينا عنده حياة، لكن بيجمعنا حاجات مشتركة، بيجمعنا حاجات حلوة ولحظات جميلة. علشان كده ربنا نهانا عن التعلق غير بيه، علشان ما تعيشيش حياتك كلها وانتي تعيسة، علشان لما الموضوع ما يحصلش نصيب ويحصل فيه اي حاجة ما بقاش زعلانة، تجربة وعدت واتعلمت منها. لو مزاجك مرتبط بتصرفاته فانتي كده في تعلق. اوعي تخافي من اي اختلاف ويكون تهديد ليكي. ازاي تخرجي من مرحلة التعلق دي؟ اتعلمي تستقلي عاطفيا، اتعلمي تدي حاجات لنفسك وتحبي نفسك، وده انا قايلهولك في فيديوهات كتير، حاولي تسمعيها. حطي حدود واعرفي تحترمي مشاعرك وتحترمي مشاعره، تحترمي ان هو عنده وقته وعنده مساحته. الحب اختيار والتعلق احتياج، بيستهلك روحك وطاقتك كل يوم.